في خبر ممكن يفتح باب تصدير ضخم جدا، بس لازم تفهمه صح. ممكن يكون عدى على ناس كتير بسرعة، بس في الحقيقة ده ممكن يغير شكل التصدير في مصر نهائي. قهوتك بسرعة ويلا بينا نشوف حكايته. ابتداء من مايو 26 الصين بدأت رسميا في تطبيق إعفاء جمركي بنسبة 100% على عدد كبير جدا من السلع المستوردة من دول إفريقية كتير وعلى رأسهم مصر. يعني ببساطة المنتج المصري بقى يدخل السوق الصيني من غير رسوم جمارك نهائيا، وده مش تفصيلة صغيرة، ده فرق كبير ممكن يوصل ل10 و20% من السعر النهائي قدام المنافسين. طيب القرار ده جه منين؟ ده جزء من سياسة صينية أكبر لزيادة الواردات من الدول الإفريقية والنامية وتقوية الشراكات التجارية، مش بس بيع لكن تبادل حقيقي. طيب إيه الفرصة هنا؟ إحنا بنتكلم عن سوق أكتر من 1.4 مليار مستهلك ممكن يغطوك، طلب ضخم على الغذاء والمنتجات الزراعية، واستيراد مستمر لمنتجات جديدة. بس خليني أتكلم معاك بصراحة كواحد من أرض الشغل، الإعفاء الجمركي لوحده مش كفاية. اللي هيكسب فعلا هو اللي يعرف يشتغل صح، جودة ثابتة، مش شحنة كويسة والباقي لأ. التزام في التوريد ده عشان الراجل الصيني ده ما بيستناش، فهم متطلبات السوق من باكينج وسبيكس وسيرتيفيكيشن. قهوة السبلاي تشين بتقولك تبدأ منين. اعمل دراسة للسوق الصيني كويس قبل ما تبدأ. اختار منتج عندك فيه ميزة تنافسية، دور على الامبورترز الصينيين مش تبيع عشوائي. ابدأ بشحنة اختبار صغيرة بدل ما تخاطر بكمية كبيرة من أول مرة. اختبر السوق وراجع رد فعل العملاء وبعدها ابدأ في التوسع. الفكرة ما تدخلش السوق الصيني بعقلية اشحن كونتينر وخلاص، ادخل بعقلية اختبار وتعلم وتوسع. حضر نفسك لسكيل كبير، لأن السوق ده لو فتح لك فيه باب رزق مش هيقف. الخلاصة دي مش مجرد ميزة جمركية، دي فرصة دخول سوق من أكبر أسواق العالم، واللي يتحرك بدري هو اللي هيلحق ياخد مكان. السؤال بقى هنا دلوقتي، انت لسه بتفكر تبيع محلي ولا هتبدأ تبص بره؟